السلام عليكم ورحمة الله، نتمنى تكونوا كلكم بخير وعلى ألف خير. كيف ديما مرحبا بكم معايا في فيديو جديد. الفيديو ديال اليوم غنشوفوا تدابير اولا التحضيرات اللي كنديرو قبل من رمضان باش نقصوا علينا شويه ديال الخدمه، واللي خدام حتى هو هاد الطريقه كتوفر عليه بزاف ديال الحوايج. المهم هنا الخضره كامله اللي كتشوفوا هنا مغسوله ومنشفه. بالنسبه للتنظيم غنستعمل غير هادو اللي متوفرين عندي، هاد الشبيكات هادو عندي فيهم جوج الانواع الصغار والكبار ديالهم، وغنستعمل كذلك حتى واحد الشبيكات هاد البيضين هادو صغار كيتعلقوا في الثلاجة وكيعطيو واحد المنظر زوين. المهم اول حاجه غنديرها غنحيد الليمون والحامض حتى هو كنرجع ليه. وكما كتشوفوا هنايا راه ديجا نقيت الجلبانه الفول اللوبيا كنت نقيتهم بوحدهم، كنديرهم في هاد البلاطوات ديال البلاستيك كنغلفهم بالسلوفان وكنحطهم في الفريغو. الا بغيتو تفوروهم نص تفويره فوروهم، بغيتو تخليهم بحال هكا خليهم. صراحه الله انا مع اللوبيا مني كنفورها وكنخرجها كتعطيني المذاق ديالها مبدل، قلت اللهم نخليها بحال هكا وندخلها للفريغو. منين نبغيها نيشان نعاود نطيبها ولا نديرها في طويجين ولا شي حاجه بحال هكا. بالنسبه للفول راه اللون ديالو ما كيتبدلش في الثلاجه كاع بالمره. الا بغيتو ملي تكونوا كتغسلوا فيه ديروا ليه شويه الحامض صافي. من بعد ما قاديتهم غطيتهم بالسلوفان ندوز الخضره اللي بقات عندي هنايا الخس حتى هو كندير ليه السلوفان باش ما كيبقاش يتعفن دغيا، وفي نفس الوقت ما كياخدش ريحه ديال شي حاجه، في نفس الوقت كيبقى مده طويله. ومن بعد غناخد الخضره باش نحيدها من قدامي كامله، كل حاجه غادي نستفها بلاصه. بطبيعه الحال الثلاجه كنت غاسلاها قبل ومنشفاها، الفريغو كنت محيده ليه الضو محيده كلشي باش هكا كنكون عارفه كل حاجه وحافظه كل حاجه بلاصه في الثلاجه. هنا خيزو كما كتشوفوا شوف هنايا كل حاجه في الخضره غنديرها في شبيكه ديالها. ولا بغيتو بحال هاد الشبيكات هادو صراحه كناخذهم غير من عند هذاك مول بلاستيك اللي كيبيعهم ب5 ولا مع 6 دراهم، رخاص ولكن في نفس الوقت كيخلي واحد تنظيم زوين في الثلاجه، كتبان لك منظمه. وملي كتحلها كتبان كل حاجه شاده بلاصه، مكتكونش عندك الروينه والخضره ما كتخسرش دغيا. صراحه الله بحال هكا راه كتبقى عندي 20 يوم كتبقى الخضره هي. الا كان عندكم البرد الزايد غطيوها من الفوق بشي زويف ولا شي حاجه باش ما تشش ليكم البرد وصافي. بالنسبه للمطيشه هذه جبتها شويه قاصحه، وكاينه هذه اللي غتشوفوا دابا غنطيبها غنحيدها حتى نقاد بها صوص طوماط. هنا لي شو حتى هو درت ليها نفس الطريقه. هذا الشيفلور والبروكولي حتى هما هادو صراحة الله كينفعوني في لي صالاد بزاف، في شلايض هكا سواء درتو شي حوته ولا دجاج ولا بعض المرات غير الفخيضات هكا في الفران كيعجبني نحط معاهم هادشي. كيتكال فهمت كيتكال حسن من المرقه وداكشي صراحة الله. صافي هنا كنت استفت الخضره كامله. وبالنسبه للبانيو ديال الثلاجه لتحت فهو اللي كنحط فيه الحوايج اللي تقال بحال البصله، سميتو البطاطا. هنا جبت هذاك الخيار الصغيور، دابا نوريكم غنشاركو معاكم حتى هو في الفيديوهات الجايين. غنحطو هنايا السوغيزه حتى هي حيت هادو خفاف وما كاينلاش نحشوهم مع الخضره غادي يخسروا. ولا كانت عندكم شي حاجه بحال هكا شي فخيز فramboise شي حاجه بحال هكا تقدروا حتى هو تستفوا. هنا صافي كملت الخضره غنمشي نستفها في الثلاجه، عاد غنرجع نكمل معكم التتمه ديال صافي. من وراها غندوز باش نحضروا صلصه الطماطم اولا صوص طوماط كيف العاده ديجا فايت محضرها معكم. وصراحه الله غير هاد المره ما زدت فيها فلفله حمراء بحكم راها غاليه، الله يكون زعما في عون الجميع وصافي. هنا مطيشه كما كتشوفوا غاسلاها منشفاها نيشان غنحط على نار مهيله بلا حتى شي قطره ديال الماء، هي راسها كتطلق داك الماء ديالها كامل. صافي كنخليها حتى كطيب مزيان اولا حتى كتسلق. وكندوز يا اما كنديرها هكا بالميكسور وكتجيني ساهله، اولا كدوزوها في مولينكس باش كطحن كامله. بصراحه الله هاد صوص طوماط راه كتلاقى بزاف ديال الحوايج سواء كانوا لي صوص كاملين ديال لي باط بيتزا، شي حاجه هكا مشرمله كتنفع بزاف وفي كلشي. صافي هنا من بعد ما ميكسيتها مزيان غندوز باش نصفيها مزيان كيبقى يتعزل داك التخت اولا دوك الجلوف وداك البودور اللي كيكونوا فيها لداخل كيتحيدوا وكتبقى هي خفيفه ملسه. صافي كتجيو هنا باش ديروا فيها المنسمات اللي بغيتو. انا كندير فيها ورقه سيدنا موسى، شويه ديال الزعتر اولا زعتره، شويه الملحه وشويه ديال السنيده تقريبا واحد 2 المعالق بحال هكاك، معلقه كبيره ديال صوص طوماط مركزه هذه مطيشه مركزه، وشويه البزار. صافي هادشي كله كنخلطوه وكنخليوه على واحد النار مهيله لمده ديك 4 ساعات بحال هكا باش تشرب مزيان وكتعقد. صافي كنولي نجيب هاد لي بواط هادو اللي كتشوفوا مؤخرا. قبل كنت كندير بلاستيكات ديال الثلاجه ولكن كنلقى مشكل فاش كنجبد شي وحده ما كيرجعش ليا داك التنظيم كما كان. في هاد العام هذا
خديت هاد السوبيرات هادو لي جوطابل، وصراحة الله كيجيو من المنظر ديالهم في الثلاجة زوين، مكيشدوش ليسباس نهائيًا، وكيبقى داك الشي متول، تجبد ليه اللور تجبد ليه القدام حتى حاجة ما كتحيد. صافي هنا غنبداو نقادو المركزات أولا العصائر المركزة. أول واحد غنصاوبو هو ديال الليمون. الليمون أول حاجة غنحيد ليه القشور نحكهم هما الأولين، غنولي نزيد عليهم دوك 3 الكيسان. بالنسبة للكمية لي عندي هنا تقريبا شي 3 كيلو ديال الليمون حتى 3 كيلو ونص. صافي درت معاهم 3 الكيسان. بالنسبة للحلاوة نتوما اللي كتحكموا فيها واش بغيتوها زايدة ولا ناقصة، كنخلطهم مع بعضياتهم، عاد كنولي نعصر داك العصير كامل. بالنسبة للقشور أولا الجلوف ديال الليمون فغير احتفظوا بهم، حيت جاي فيديو إن شاء الله من ورا هذا غنحط لكم فيه أشنو غنديرو به، الوصفة غتعجبكم أكيد. صافي هنا من بعد ما عصرت وكملت الكمية غادي نخلط كلشي، غادي نخليه غير في الثلاجة. المهم أنا كنخليه في الثلاجة مدة ديك 12 ساعة يا ليلة كاملة يا نهار كامل حتى الغد ليه. عاد كنولي نعاود نحركو، كنجيب شي صفاية كنصفيه مزيان من داك التخت أولا دوك جوج القشور اللي طحنوا، حتى إلا كان فيه داك البذور ديالو ولا شي حاجة، المهم كتعرف شنو فيه كيتصفى مزيان. كنوليو نديرو في نفس البواطاج كيما درت المطيشة حتى هي، كنفرقو هكا في بواطاج وكنخليه. وغندوزو باش نوريكم العصير الثاني اللي غنقادو اللي هو عصير الحامض. وهاد المركزات بجوج بالنسبة ليا هما المركزات الأساسية وضروري. يعني الحامض كنشربو بزاف، كنديرو في لي كوكتيل بزاف وكنشربو، يعني أنا شخصيًا كيعجبني. والليمون كيدخل في أي حاجة، فهذا راه حاجة ضرورية. فهنا كنسهل على راسي، هنا خديت تقريبا 2 كيلو ديال الليمون، درت هنايا 2 كيسان ديال السنيدة. من بعد عصرت كلشي نفس الطريقة اللي درنا للحامض اللي درنا الليمون غنديروها للحامض كذلك. هو مثلا نخليوه واحد الليلة كاملة أولا نهار كامل، عاد كنوليو نصفيوه وكنديروه حتى هو في بواطة. وصراحة الله هاد الجوج كما قلت لكم غينفعوكم بزاف. بالنسبة لهداك التخت اللي كاين سواء ديال الليمون أولا ديال الحامض فكنحتفظ به وكنديرو حتى هو في المجمد. وكنولي هكا إلا كان عندي شي كيكة أولا شي حلوة وبغيت نكهة كناخد واحد المعلقة منو، كيعطي واحد الريحة واعرة وكيعطي واحد المذاق زوين وباين بزاف. كيجي أحسن من الليمون لحقاش كاع هاداك البنة كتركز فيهم. صافي هنايا من بعد ما كملت هاد المركزات بجوج غندوز نحضر معاكم المركز الثالث. لهاد المرة غنصاوبو بالبنان. أول حاجة اختاريت واحد الكيلو ديال البنان اللي يكون هكا طايب، صراحة كان عندي في الدار مخديتوش، خليته حتى حلا مزيان أولا حتى طاب. كما كتشوفوا راه غير القشرة اللي ولات فيه كحلة يعني طيب. وجا داك السكر كامل ديال البنان قطعته هكا طريفات. من بعد غنولي نزيد عليه واحد نص كاس أولا كاس إلا ربع ديال الحامض، منها كيبقى محافظ على اللون ديالو، منها تيزيد يكونسونطري لينا هداك المركز. هنا زدت غير كاس واحد ديال السنيدة. وغادي نخلي تقريبا غير واحد ربع ساعة بما تلقاو مع بعضياتهم. وغادي نولي نجيب الميكسور وغادي نبدا نطحنهم بالميكسور مزيان حتى كنحصل على واحد الخلاصة اللي كتكون خاسرة وحتى هي كتدخل في بزاف ديال الحوايج. المهم شوفوا معايا هنايا الشكل ديالو كي كيجي صراحة الله غزال. صافي من بعد حتى هو كناخدو وكنديرو في بواطة وكيبقى واللون ديالو كيبقى كيما الشو دابا ما كيكحالش نهائيا. في الاول كنت كنقطع البنان طريفات وكنديرو في الفريكو، صراحة كان كيكحل. بهاد الطريقة جاني زوين. ودابا غندوز باش نحضر معاكم الحوايج اللي تا هما صراحه كيشدوا ليا لا الربيع. هادشي راه ما غاديش يفهموا الناس اللي جالسين في الدار، يفهموا الناس اللي خدامين. راه كتجي مع ديك الربعة، المهم كتخرج مع ديك الربعة 4:30 ولا شي حاجة كتوصل لديك 6. فإمتى غتوجد فاش كيكون هاد الحويجات بحال هكا بالدار كتجيك ساهل، ما كتعكش فهمتي. هادشي اللي كاين. وحتى العيالات اللي تيكونوا مساكن كثرة الوليدات وهذا راه كيداركوا الله يكون في العون. راه الجهد في رمضان راه كيكون على قد الحال. صافي الربيع هنايا تا هو كنت غاسلاه ونشفاه مزيان، عاد وليت قرّدته ودرت ليه الموس. ما بغيتش ندير الهاشوار حيت كيخرج ليا بحال الماء. درت ليه تا هو هاد الطويلسات هادو. صافي نغلفهم بالسلوفان. وآخر حاجة اللي شحال من واحد غيرد البال ما كايناش هي اللي غنديرو دابا. وغندوزو باش نحضرو الحمص المفسخ ديال الحريرة المغربية. أول حاجة كيف العادة راه هادي هذا، خديتو غسلتو مزيان درتو في الما تلغت ليه وحيدت ليه داك الماء وشللتو مزيان ودرتو في بواطة.
وهذا بالنسبة ما كنحيدش لي القشور حيت كندخل واحد في الشلايض وكندخلو في الحريرة. وكان هذا هو فيديو ديال اليوم، نتمنى يكون استفدتوا اولا تنفعتوا منه، وعواشركم مباركة، وان شاء الله يدخل لنا الشهر المبارك بالصحة والسلامة وتيسير الامور يا ربي، ونتلاقاو في فيديو جديد اولا فلوق جديد ان شاء الله.